بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: أنا ماري شميل روحي أنثى. كتاب ممتع، ترجمة لوميس فايد، وتتناول فيه هذه المستشرقة العظيمة التي رحلت عن دنيانا عام 2003 العديد من الجوانب، مثال النبي والنساء، النساء في التصوف، النساء في القرآن والسنة، امرأة أم رجل الله، عن تزكية النفس، العجوز، الأمهات، المرأة كتجل إلهي، عرائس الله، تيمة الأرواح، السيدات في شعر الهند وباكستان، ترحال ساسي، سوني وحوال، عمر مروي، ثم قائمة المصادر والمراجع. طبعا أنا ماري شميل كانت حريصة على إظهار دور المرأة، وفي تقدير المتواضع أن التاريخ امرأة ورجل، لكن علينا أن ننتبه إلى خطورة دور المرأة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما سألوا أحد الصحابة: من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك ثم أبوك. هذه سيدة عظيمة. أنا أحببت هذه المستشرقة وأتمنى أن يطول بي العمر كي يؤلف كتابا عنها، فقد اقتنيت العديد من مؤلفاتها، وهي تهتم بالمرأة في التصوف، وأشارت وأشادت برابعة العدوية التي أدخلت الحب الإلهي في التصوف الإسلامي، ولا يكتب التصوف الإسلامي دون رابعة العدوية التي كانت رابعة أخواتها، وخصص عنها ابن خلكان ترجمة وافية في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. وكافة كتب التصوف تتناول رابعة العدوية التي تنسب لها أشعار جميلة عن الحب الإلهي. بالفعل كتاب روحي أنثى كتاب ممتع، قرأته عدة مرات وأدركت أن هناك وهم اسمه الضعف الأنثوي، فهي مستشرقة استطاعت أن تفعل ما لم يفعله الرجال. فعلا أن ماري شميل المستشرقة التي حبت الإسلام وحبت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالت: لا تلوموني في حب محمد سيد المدينة، فقد تعرض لعملية تشويه لم يتعرض لها إنسان من قبل في سيرته. فعلا أن ماري شميل المستشرقة الألمانية العظيمة. شكرا جزيلا.